النهارده هقول لكم سر عجينة الطعمية الناعمة. بجد جميلة جدا جدا، هتعجبكم قوي زي بتاعة المحلات. ولو عجبكم العيش الشامي ده هتلاقوني عاملة فيديو بطريقة العيش الشامي خطوة بخطوة. بجد الطعمية تحفة، هتعجبكم قوي. يلا بينا. شايفين العجينة ناعمة ازاي؟ هقول لكم على السر اللي يخلي عجينة الطعمية تطلع بالنعومة دي، بجد زي بتاعة المحلات. يلا اتفرجوا معايا خطوة بخطوة على كل الفيديو عشان تعرفوا كل الأسرار والتكات عشان تطلع معاكم حلوة زي كده. المقادير معانا، أنا جايبة نص كيلو فول مدشوش، هيتنقع طول الليل، ومن الصبح نصحى نغير المية بتاعته ونشطفه كويس، وكده يبقى جاهز. ومعانا نص حزمة كرات ونص حزمة كزبرة ونص بصلة وتومية. التوم حسب الرغبة، عايزين تكتروا شوية دي حاجة ترجع لكم، بس كده المقادير حلوة. هنحط كل ده في الكبة. هنحط الكزبرة، وهنجيب نص حزمة الكرات وهنقطعها حتت بس مش صغيرة قوي يعني، بس عشان نقدر نطحنها. هنحط كل المقادير. ما بنحطش اي بهارات في العجينة يا جماعة، غير لما نكون جاهزة علشان نحطها على النار، غير كده لا، بتتشال في الفريزر من غير اي بهارات. ودلوقتي هنحط الفول المدشوش كمان، وحبة حبة نطحن، وهنضربهم في الكبة كويس قوي. ادي اول مرة، وبعد كده نحط تاني بقية الفول المدشوش اهو وصل للقوام ده. طبعا هي مش مطحونة كويس، هنحط لها ربع كوباية مية. بس لسه السر مش هنا، لسه كملوا معايا عشان اوريكم ازاي تبقى ناعمة. خلاص ضربناها مرة تاني. دلوقتي بقى هنجيب مطحنة البهارات الصغيرة. هنا بقى السر، هنحط فيها حبة وهنحط فيها شوية مية صغيرين، يجي معلقتين مثلا، ونطحن كويس قوي. هتطحن لكم الطعمية ناعمة جدا جدا جدا، بس لسه السر مكملش، كملوا معايا عشان اقول لكم الباقي. حطينا لها شوية مية، المية اللي انتوا شايفينها دي عشان انا عملت كل المقدار يعني. اهو بنطحنها كويس. وبعد كده هنصفيها حلوة قوي 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 من المية، ما تخلوش فيها مية خالص. شايفين حلوة ازاي؟ شايفين مطحونة جميلة قوي ازاي؟ ناعمة جدا زي بتاعة المحلات. مش هتضطروا بقى تعملوها ولا تشتروها من برا تاني، هتعملوها في البيت على طول، ومش بتاخد وقت. هتعملوا كل المقدار حبة حبة في المطحنة الصغيرة، وكل حبة تاخدوهم تحط عليهم يجي معلقتين مية علشان تتفرم معاكم كويس، ونصفيها كويس قوي قوي من المية. اضغطوا جامد بالمعلقة. اول مرة هتحط لها معلقتين مية، المرة اللي بعدها بقى تاخدوا من المية اللي انتوا بتصفوها. يعني اول مرة حطيتوا حبة في المطحنة الصغيرة وعليها معلقتين مية وطحنتوها وصفتوها،
الحبة اللي بعديهم اللي هتيجوا تطحنوهم، تاخدوا المية اللي انتوا حطيتوها بقى اللي اتصفت دي في الكبة الصغيرة وتعملوا بيها. امشوا بقى خطوة بخطوة وشوفوا الطريقة. شايفين؟ بنزل منها كل المية، بفضل ادوس جامد لغاية ما يبقاش فيها مية خالص. اتأكدوا انه ما تنزلش منها مية، بعد كده ابقى احطها على جنب. اهو صفيناها من المية خالص. هنكمل بقية المقدار بنفس الطريقة، وفي النهاية بنرمي بقى المية دي، خلاص مش عايزينها خلاص. شايفين؟ شايفين العجينة حلوة ازاي؟ ما فيهاش مية خالص، وناعمة جدا 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 زي بتاعة المحلات بالظبط. بصوا بصوا حلوة ازاي. معانا شوية سمسم محمص، هنحط عليهم كزبرة ناشفة بس ما تكونش مطحونة قوي. هنخلطهم مع السمسم المحمص. المقدار اللي انا هستخدمه النهارده هو ده اللي هنحط له الملح والسمسم والكزبره. الباقي اللي هيتشال في التلاجة في الفريزر مش بنحط له اي حاجه خالص، وقت ما بنيجي نستخدمه هو ده بس اللي بنحط له فيه الملح والبهارات. انا خدت حبه صغيره، حطيت عليهم شويه ملح وشويه من الكزبره الناشفه. اللي عايز بقى يحط شطه دي على راحتكم، ممكن عادي تحطوا شطه. وشويه سمسم مخلوط بكزبره، ونقلبهم كويس. هنعمل بقى شكل الدورية دي، ونحط عليها السمسم من ناحيتين، ولازم تكون الزيت على النار سخن، وننزل بالطعمية. مش عايزة اقول لكم الريحة تحفة تحفة، والعجينة بجد يعني خطيرة زي بتاعة المحلات بالظبط. هتعملوها في البيت بأبسط طريقة. الريحة يا جماعة جميلة جميلة جميلة. ممكن برضو يا جماعة الخليط ده لما تيجوا خلاص عايزين تقلوا، تكسروا عليه بضاية واحدة وتقلبوها كويس، وتحطوا ملح، وتحطوا كمان كزبرة، وتخلطوه، ومن على الوش تبقوا تحطوا سمسم، ودي تبقى اسمها عجة طعمية.
ممكن برضو لو مش حابين تحطوا بيضة، ممكن تحطوا، ده اختياري، معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج على الخليط، يبقى حبة من العجينة الطعمية عليها معلقة ممسوحة من البيكنج والملح والكزبرة والسمسم من على الوش. نطلعها بقى من النار اول ما تاخد لون كده ذهبي من الناحيتين، ونحطها على طبق محطوط عليه مناديل المطبخ عشان بس يشرب الزيت. لو عايزاها بقى تبقى مقرمشة قوي ما تحطيش بقى ورقة المناديل، بس عشان نقلل كمية الزيت وما يتعبناش فبنحط مناديل مطبخ. بصوا حلوة قوي 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 وريحتها تجنن تجنن كده. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة. وباقي العجينة حطيتها في كيس وفردتها حلو، دخلتها الفريزر. ممكن تقسموها على كذا كيس، والحبة اللي انتوا عايزينهم هم ده اللي طلعوهم. مش عايزه اقول لكم مع العيش طعمها تحفه تحفه. العيش معمول في البيت والطعميه في البيت جميله، مع بقى كوبايه شاي حلوه والفول تحفه. احلى فطار، تمشي فطار غدا عشاء اي حاجه. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. عايزه اعرف نجحت معاكم من اول مره. شايفين الفول حلو ازاي؟ فول بيتي برضو. ما تنسوش اللي عايز يعرف طريقه مقادير العيش الشامي ده هتلاقوني عامله فيديو بكل تفاصيل العيش وبأبسط طريقة عشان ينجح معاكم من أول مرة. والطحينة جنبها يا سلام. جربوها وبألف هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة وتقولوا لي رأيكم.